أصبحت البلاد وكأنها حرب بسبب استمرار الحرائق لليوم الثالث. إن فشل الوقاية المدنية في إخماد هذه الحرائق يجعل الوضع أكثر تعقيدا وتداولا، حيث تعكس مخلفات الحرائق الطبيعية والصعوبات التي تواجهها وحدات الوقاية المدنية أهمية متزايدة لتحسين التخطيط والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية. يجب على البلاد أن تعمل على تعزيز القدرات والتدابير الوقائية وتطبيق السياسات الملائمة للحد من تأثير هذه الحرائق وتقليل تداولها. يعد العمل المشترك بين الحكومات، المجتمعات المحلية والخبراء البيئيين ضروريا لتعزيز الوعي والتخطيط المستدام لمواجهة تلك التحديات.